السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخالص الحزن والأسى ننعي المرحوم الأستاذ الحج الجنيه المصري. انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم الجنيه المصري، حيث لاقى حتفه غريقا بعد أن قاموا بتعويمه. غطس وما جبش تاني، كان بدري عليك عليك بدري تعوم وتفوتنا يا فقري، كان بدري عليك عليك بدري. واخرتها يا جدعان، واخرتها الجنيه عام وما جبش تاني، والدولار بسم الله ما شاء الله عمال يعلى ويعلى ويعلى، والاخ عمال يطاطي طاطي طاطي لحد ما عام وانتهى الحاج عبد العاطي. واخرتها الاسعار عمالة تزيد تزيد تزيد، مش عارفين اخرتها ايه. واحدى الخبراء الاقتصاديين طلع وتحدث وقال ان بسم الله ما شاء الله الدولار هيوصل 50 جنيه. طب واخرتها، اخرتها ايه؟ أخ... اخرتها ايه؟ م? 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 الجنيه اتبلع، اتاكل، خلاص ما عادش فيه. يعني الحاجة اللي كنا يعني مش عارف، رغيف العيش بجميني كايزر بنجيبه دلوقتي بكام؟ في ناس بتبيعه بجنيه وربع وناس بتبيعه بجنيه ونص ومش فاهمين. جزازة الزيت اللي هي بنجلي بيها البطاطس والحاجات دي وصلت 60 جنيه. ده 60 جنيه فين؟ في التموين. طب وبعدين يعني هنعمل ايه؟ يعني مش فاهمين الدنيا رايحة بينا على فين. احنا لما الجنيه من فترة، لما الجنيه كان ب7 دولار، كان الدولار قصدي لما كان ب7 جنيه الدنيا قامت ما قعدتش. النهاردة الجنيه وصل 32 جنيه النهاردة الصبح. ده فين؟ ده في البنك. امال سوق سودا بكام؟ الدنيا. احنا زمان كان ايام الاخ مبارك الله يرحمه وبشبش الطوبة اللي تحت راسه، تمام، كان يقول لك احنا في عقر الزجاجة، احنا قاعدين في عقر الزجاجة. احنا داخلين على ايام سودا. امال دي ايام ايه؟ احنا داخلين على ايام سودا، ده كان ايام مبارك. امال الايام اللي احنا فيها دي ايام ايه؟ ايام زرقاء. احنا خلاص، احنا مش وصلنا لمرحلة البيبي، احنا بقينا في البيبي نفسه. احنا بقينا خلاص في قلب الكنيف. يعني انا مش فاهم لما طب الدنيا فيها ايه؟ الدنيا رايحة بينا على فين؟ يعني انا مش فاهم هنعمل ايه ونروح ونسوي ايه يعني الواحد يعني يوصف الحال اللي هو فيه ده بايه؟ الدولار طالع زي قطر الفي اي بي، زي الفراشة. والجنيه خلاص انتقل الى رحمة الله تعالى، مات، مات وشبع موت. تروح عند البقال، يعني ما تبقاش فاهم، يعني تبقى واقف كده مستغرب. يعني طب انا هقول له ايه ده؟ طب هعمل ايه؟ طب هشتري ايه؟ توقف عند بتاع الخضار، طب ايه؟ تروح عند بتاع الفراخ تقول له لا
انا مش عايز رجلين فراخ. انا عايز الضوافر بتاعتي، اجلم ضوافرها، او اديني كيلو ريش او بيه. حتى الفول والطعمية، الفول والطعمية، والله العظيم السندوتش الفول، البياع بيبيعه ب3 جنيه ونص، يعني عشان تجيب لك رغيف فول او رغيف طعمية ب8 جنيه، او ب7، قول 8. طب ايه ده؟ ده شو ده سندوتش، والسندوتش ايه بسم الله ما شاء الله، لا يرى بالعين مجردة، شقة الطعمية وشقة الفول. وطول النهار الإعلام بتاعنا بسم الله ما شاء الله، إصلاح اقتصادي، إصلاح اقتصادي، إصلاح اقتصادي، إصلاح اقتصادي. وإحنا الإصلاح يعني كفاية إصلاح، لبسنا الإصلاح، ما شايفينش إصلاح اقتصادي خالص، مش شايفين غير خوازيق، مش شايفين غير خوابير. إيه، انتوا خلاص يعني مش فاهم، المنطق وقف، ما فيش حلول. يعني انا مش فاهم يعني، مش لاقي. يعني احنا عدينا خلاص مرحلة الايام السوداء، لا ده احنا بقينا في ايام مطينة ب60 طين. الناس خلاص، الناس تعبت فعلا، الناس جابت اخرها، ما عادش فيه خلاص. طب يعني الواحد يعني هيلاقيها منين ولا منين؟ وبيقول لك في شروط هيفرضها بنك مش عارف الدولي ده، ما ان احنا بالشروط وبالحوارات وبالقصص دي، ما ان احنا عايزين شوية العيش، تمام، وشوية الفول، ونص وقتنا على كده. لا عايزين كباري، ولا عايزين مدن مش عارف ولا عايزين عواصم، ولا عايزين اطول من مش عارف خازوق في العالم. احنا مش عايزين الكلام ده يا عم الحاج، هما شوية العيش، شوية السكر، وشوية الفول، وشوية الطعمية وتمام. وحتى اللحمة مش عايزينها، الناس عايزة تعيش، عايزة تلاقي قوت يومها، مش عايزة بهرجة وبهوجة، لا. يعني الناس كده تقعد مع نفسها كده وتعيد تفكيرها تاني وتعيد حساباتها، عشان بقيت خلق الله دي. ده الطبقة المتوسطة خلاص، ما بقاش في طبقة متوسطة. وصل بينا الحال ان الطبقة المتوسطة دلوقتي بتشكي، بتصرخ. اللي دخله 4000 اللي دخله 10,000 جنيه مش عارف يعيش، هيعيش ازاي؟ منين؟ اللي دخله 10,000 جنيه مش عارف يعيش، فما بالك اللي دخله 2500؟ ما بالك اللي دخله 1500؟ ما بالك اللي دخله 600 جنيه بياخدهم من تكافل وكرامة؟ ده يعيش ازاي؟ يروح للبتاع ده، لصاحب البيت ولا اللي مأجر منه الشقة، يديله 600 جنيه، وعلى الله على كده. وبعدين التضخم والتزايد اللي عمال يزيد ده في السلع وفي وفي الأسعار، ده نتيجته ايه؟ نتيجته ان الناس خلاص فاض بيها. هتعمل ايه الناس يعني؟ والله بجد. يعني الواحد كل ما يقعد يفكر، وبيطلعوا لنا بقى في شوية قوانين كده زي الفل، مش عارف قانون ايه الجواز، ومش عارف ايه وبتاع. طب هو لاقي ياكل عشان يتجوز اصلا؟ عشان يروح يتبرع للصندوق، لما هو 3/4 ال 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 اذا كان مستلف من هنا ومستلف من هنا ومتدين من هنا واقساط ودنيا وعالمين، تمام، هيدفع ولا هيجيب منين؟ انهي منطق؟ وانهي حد اللي بيوضع الحاجات دي والقوانين دي؟ احنا عايزين اصلاح اقتصادي،
عايزين ناس كده تقعد، الخبراء الاقتصاديين كده يقعدوا مع بعضهم كده يشوفوا القصة دي. يا عم الحاج احنا خلينا في مرحلة في موضوع الزراعة، وفر قمح للناس. في الصناعة اعمل مصانع تشتغل فيها الشباب وتساعد فيها الناس، مصانع زيوت، مصانع سمنة. تمام. القمح وفر قمح، ازرع قمح. مصانع الزيوت اللي مش عارف، اللحمة عندك السودان اهي، اتلافى منها يا عم شوية عجول من بتاع ولا الكلام ده. اعمل يعني بالنسبة للثروة الحيوانية ولا مش عارف ايه الكلام ده، شجع يا عم هات لحمة من السودان عشان توفر اللحوم للناس. دجاج يا عم، اعمل مزارع دجاج، فراخ، وفر اللحوم للناس والفراخ ومش عارف ايه عشان الناس تقعد على حيلها. خضرة بتاع، ازرع، شجع الزراعة. طالما قادر تملك قوت يومك، خلاص الناس مش عايزة اكتر من كده، عايزة قوت يومها، مش حسبة بيرما هي. انا لو وفرت لي 5 مليار ولا بتاع في الزراعة، زي الفل. ازرع قمح. احنا دولة استهلاكية، وارداتنا اكتر من صادراتنا، فعشان كده لابسين في الحيط. احنا لو بنصنع ولو بنزرع ولو مالكين قوتنا بايدينا، مش هنتحوج الحوجة دي، مش هنلجأ لحد يشحتنا ولا حد يدينا. فيا ريت يعني بالله عليكم شوية تفكير كده، وبصوا للناس الغلابة اللي انا منهم. ف ربنا يا رب يسترها يا رب علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية كلها بخير وستر وسعادة وسلام. السلام عليكم.